طيب الاسماء اللي مطروحه دلوقتي حوالي 7 أو 8 اسماء، فيهم 2 أو 3 في الاجنحه، وفي 4 أو 5 في المهاجم. مارسيل كولر لما يجي هيحسم بشكل نهائي عشان الاهلي يبدا يتفاوض بشكل مباشر مع الاسماء دي. في الاسم اللي كان الاهلي تفاوض معاه في اخر اسبوع قبل انتقالات الشتاء، اللي هو بيلعب في الدوري الصيني، اللاعب الهولندي سيكيري، ده موجود من ضمن الاسماء لان اللاعب ده بيجيد كجناح وكمهاجم. في اسماء بقى عندك في المهاجمين، واحد بيعمل يعني ما قدرتش اتوصل الاسماء، كان قدرت مثلا في واحد بيحمل جنسيه افريقيه واوروبيه في نفس الوقت، وهو عقده بينتهي في يونيو 2025. فده لو حبيت مثلا لو مارسيل كولر استقر عليه يبقى التفاوض اسهل شويه، لان هيبقى فاضل في عقده حوالي 6 شهور مثلا او حاجه تقدر تجيبه. في اللاعب اللي احنا بنتكلم عليه سيكيري اللي هو بيلعب في الدوري الصيني، اللي هو اللاعب الهولندي ده، عقده هينتهي في ديسمبر 2025. لو انت عايزه برضه هتتفاوض هتجيبه بمبلغ غالي. فدي صفقات الاهلي هيعملها في الصفقات الشتاء. طب ليه احنا بنقول الاهلي هيجيب العناصر الرئيسيه بتاعته واحتياجاته كلها في صفقات الشتاء، مع ان الاتحاد الدولي لكره القدم ادى الانديه اللي هتشارك في كاس العالم للانديه فرصه من 1 ل 10